سلام معاكم هبه. اليوم جبت لكم غسالة تاع رشته تكتر بالبنه. قال لي ما تعرفش دير رشته، اليوم غادي تنجح لها وغادي ندير لكم رشته بطريقه تاعي. وبالنسبه للناس اللي تشوف باللي رشته سيونس اكزاكت غير قابله للتغيير، نقول لك اختي زابي الفيديو باسكو غادي تعذبي نفسيا. هنايا عندي قدره، هنايا القدره اللي نفور فيها الرشته هي اللي نبغي نطيب فيها لاصوص، باش الرشته كي تكون تفور غادي تدي هذيك الريحه وهذيك النسمه تاع لاصوص تاعها. حكمت هذيك القدره، درت فيها كميه مليحه تاع السمن وكميه مليحه تاع الزيت، حطيت اطراف تاع الدجاج تاعي اللي غادي ندير بهم هاد الرشته. وبالنسبه للناس اللي تبغي ديرها باللحم غنمي، ولا انا جامي سيتها نبغيها بالدجاج، بصح اذا مولفين نسيوها باللحم غنمي وتعجبكم خلوا لي راكم فيها في لي كومونتير باش نسيها ثاني انا. هنايا غليت هذاك الدجاج غايت لغايه حتى يدي هذيك التحميره وباش يمد لنا البنه فيها ديال لاصوص. ومن بعد غادي نزيد حبه تاع بصل مرابيه كبيره هكا باش لاصوص تاعنا تختار وتجينا ثقيله وشابه. زدت زوج عواد تاع قرفه واللي هما السر تاع البنه تاع الرشته. بومو نبغي بزاف البنه تاع القرفه في الرشته ونحسها بلي هي اللي غادي تمد لها هذاك الكو المميز فيها. هنا كانت عندي كميه تاع لفت، كان عندي حوالي زوج حبات صغار. انا في الدار ما ياكلوا اللفت، ما يبغوها، ما يبغوا الكو تاعها، بصح الرشه لازم نديروا فيها شويه لفت. يتسمى هنا رابيتها باش تختار لي لاصوص تاعي وباش تمد لي بنه. درت لي زيبيس، درت شويه حرور، درت شويه كركم، شويه زعفران، رشه تاع سكنجبير وشويه تاع قرفه عود، قرفه مطحونه باش تعاون لي هذيك القرفه عود في البنه. ودرت كميه تاع الملح. هنايا نورمالمون رشته ما يجيش فيها الكركم زعفران، بصح انا ما نبغيش لاصوص بيضاء، نبغيها شويه صفراء، بوغ اللي درت هادو الزيبيس. غادي نبدا نقلي حتى نشوف باللي اللحم تاعي زاد تحمر، وهنا غادي تشموا واحد الريحه انكرويابل. نقلي مليح اللحم وهذوك لي زيبيس وكاع، ومن بعد غادي نزيد كميه مليحه تاع الحمص. الرشته تبغي بزاف الحمص يجي فيها بزاف منين، انا ندير هنايا كميه مليحه. دروك جات المرحله تاع العذاب النفسي، قلت لكم للناس اللي يشوفوا بلي الرشته سيونس اكزاكت وما يديروش فيها الخضره. شوفوا باش نكونوا نيشان، هي الرشته الوصفه الاصليه تاعها ما يجيش فيها كاع الخضره، يجي فيها غير البصل واللفت، هذا مكان. ويديروا ثاني فيها الحمص، لي زيبيس ثاني ما يديروش كركم، ما يديروش زعفران، يديروا غير شويه حرور ويديروا قرفه ويخلوها طيب. بصح انا طونك العائله تاعي ما ياكلوش اللفت وما اكسبتوهاش كاع في الماكله، تما باينه بلي غادي ندير تبغي العائله تاعي ما نديرش الوصفات الاصليه. هنايا راني مرقت وخلي هذيك الخضره وهذاك الدجاج والحمص يطيبوا. نغطي القدره تاعي ونروح دروك نجيب لا رشته. هنايا درت كاع الباكي، وانا رشته هذه كانت نوعيه شابه، ما كانش يابسه، ما كانش فيها دوك التكتلات. هنايا درتها في ريسيبيون، رشيتها بشويه تاع الزيت ونبدا نسيي ندخل فيها داك الزيت فيها، او ميم طون انا نحلو فيها كاش كويرات ولا، وهذوك الكويرات المعجنين نقلعوهم ابا. غادي نحطها في الكسكاس ونخليها تفور التفويره الاولى. وقلت لكم انا نبغي نفورها فوق لاصوص تاعها باش تدي هذيك الريحه وهذيك النسمه تاعها. دروكي فارت لي التفويره الاولى غادي نجيب الماء. هنايا في باكي كومبلي نورمالمون فيه رطل 500 غرام، ندير حوالي نص كاس حتى الكاس قلربوع تاع الماء على حسب نوعيه تاع الرشته. كاين اللي تشرب الماء بزاف، كاين اللي يطول في التفوار، كاين اللي لا، على حساب اسكو مخدومه بالفارينه، مخدومه بسميد، مخدومه بنسميد وفارينه، كل رشته والنوعيه تاعها. هنايا درت لها الماء، شربتها مليح بالماء حتى نحسها بلي تندت في يدي. غادي نزيد نديرها تفور تفويره زاوجه. كي تفور تفويره زاوجه دروك اش غادي ندير لها؟ دروك غادي ندير لها الملح باسكو غادي تكون سانطه، تما خاصنا نديروا لها الملح تاعها باش يجي الكو تاعها مليح، ما غاش نتكلو غير على لاصوص اللي نملحوها. هنايا درت كميه تاع الملح. وفي هذه المرحله كاين اللي يبغي يدير لها الماء وكاين اللي يبغي يدير لها هذيك لاصوص تاعها اذا كانت طايبه. انا هنا نبغي ندير لاصوص، ما نبغيش ندير الماء نديرها غير في الخطره الاولى ومن بعد نكمل بلاصوص باش تجيني مشربه غايه. هنا ديت كميه تاع لاصوص كانت طابت، وغادي نبدا ندخل في هذيك لاصوص وهذاك الملح نوزعهم كاع في هذيك الرشته. هنا شوفوا غادي تنشووا من يديكم باسكو غادي تكون حاميه بزاف. وانا في هذه المرحله ما ننصحكمش تخدموا كاع بيديكم باسكو انا لعبتها سيرجيا، خدمت بيدي وفي التالي انحرقت. كي كملت غادي نديرها تفور التفويره الثالثه والاخيره. وفي هذه التفويره الثالثه ما غاديش نطول بزاف باسكو الرشته راها بريسك واجده، غادي نزيدوها غير شويه تفور ونحطوها. هنايا كي فارت لي التفويره الثانيه حطيتها وغادي نزيد عليها كميه مليحه تاع الدهن. درت زوج مغارف صغار تاع الدهن وهي حاميه، غادي هذاك الدهن يذوب وغادي تشرب لنا هذيك البنه تاع الدهن وكاع. وغادي نزيد ثاني لاصوص باسكو هنايا صاي غادي نحطوها، تما خاصنا نشربوها غايه باش الرشته تاعنا ما تجيناش ناشفه وتجينا بنينه.
نقيسي كيفاش ندخل غايه هذيك لاصوص وهذاك الدهان باش ما يبقاناش غير في جهه واحده والجينه تقهم. هنايا هذا وين تفكرت بلي عاوز درت يدي ثاني وعاوز حركت روحي ثاني وانضريت من يدي، تما هذا عاد وين هداني ربي ورحت جبت هكا حاجه نخلط بها. دروك غادي ندير لها رشه تاع المزهر. انا توجور نبغي هذيك البنه الخفيفه هذيك تاع المزهر، ومام الوصفه الاصليه يديروا فيها رشه تاع المزهر. دروك غادي نحط الرشه تاعي وغادي نقدمها وغادي نديكوريها بهذيك الخضره اللي درتها. انايا قلت لكم هاد الغوسيت بالنسبه للناس اللي تبغي تاكل الخضره، هاد الغوسيت غير سيوها باسكو فريمون غادي تعجبكم. الناس اللي ما تاكلش الخضره تقد دير غير اللفت، بصح الناس اللي تاكل الخضره ولا الناس اللي ما تاكلش اللفت ولا لازم لها دير خضره. وهنا غادي طيب فيها ديك لاصوص غادي تجي بنينه وغادي تجي صحيه يعني يتسمى ديروها وما غاديش تندموا عليها وغادي تعجبكم هاد الغوسيت وتجيكم تقدر بالبنه. دروك هذه الغوسيت تاع اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وبقاو على خير، وسمحوا لي بالنسبه للناس اللي عذبتهم عذاب نفسي ما غاديش نعاودها.